ازيك يا غالية عاملة ايه؟ ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تعالي، ده انا قاعده مستنياكي من بدري. اخبار الامتحانات ايه؟ كويسة الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. ايه، ذاكرتي ولا لا؟ اه ذاكرت، انا وعدت بابا ان انا هذاكر. اه. والاخبار ايه؟ ماشيه الدنيا معاكي كويسه؟ الحمد لله. امتحنتوا ايه النهارده؟ امتحنا علوم. علوم. امم برافو عليكي، جاوبتي كويس؟ اه الحمد لله. اسكتي وانا قاعده مستنياكي بقى. الحمد لله ربنا كرمني كده باتنين مدرسين كويسين قوي، قعدوا قالوا لنا معلومات حلوه. ازاي كده تاخدي بالك وانت بتذاكري، ازاي تقعدي في البيت كده وتبقي مركزه وتبقى ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ الحمد لله. واقفين يعني قدام باب المدرسه مستنيين العيال ولا ايه؟ على ولادي خرجوا وخدتهم هم معايا. انت ليكي ولاد جوه في سنه كام؟ 6 وثالثه وكي جي 1. ما شاء الله، ربنا يخليهم الله لك. يخليك. تعملي معاهم ايه بقى في الامتحانات؟ اهو بقى مذاكره بقى. سنه 6 دي شهاده وعايزه بقى مذاكره جامده وربنا يوفقه ان شاء الله. ولا بتسيبوهم كده قدام التلفزيون على طول كده؟ لا طبعا. عاطل مع باطل؟ لا طبعا، التلفزيون ليه وقت معين والمذاكره وقت معين والراحه برضو وقت معين. بحط الترابيزه واقعد امسك ماده معاه ونبدا بقى نذاكر ونحل الاسئله ويبدا بقى هو يشتغل معايا بقى في المذاكره ويحفظ. بتحسي كده ان انت بتتعبي معاه؟ طبعا طبعا، ده الام دي لها دور جامد جدا في المذاكره ومراجعه وكل حاجه. ما كانش الام دي ما بيبقاش فيه رقابه. الام لها رقابه جامده جدا، ولازم الام تبقى مع العيل يوميا مذاكره وحفظ. الحمد لله بقى، هو ربنا يوفقه. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. حضرتك انتوا وحشني جدا. وانت حضرتك ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ النهارده بقى انا قلت ايه، اجي كده المدرسه واخد منا واشوف النهارده بقى الامتحانات خلاص على الابواب. ان شاء الله. وتنصحوهم بايه ان هم في فتره الامتحانات يعملوا ايه مع الاولاد؟ ايام الامتحانات ديت بتبقى ايام مهمه جدا على فكره. وبعدين بتبقى يعني اخر الترم بقى والشقاوه زادت ومش وكده، وخلاص الولاد بقى استكفوا يعني علم واستكفوا شقاوه واستكفوا كل حاجه. فالواحد يعني عايزين بقى نجدد نشاطهم شويه، نجدد نشاطهم دي بقى شويه سكريات. يعني في البيت بقى يهتموا بيهم شويه سكريات بقى وعصاير مش عارفه ايه، نصحى بدري شويه، نلتزم شويه، نشوف بقى يعني شويه شديه شويه عشان المذاكره والمراجعه والكلام ده كله، نبطل نت، نبطل كمبيوتر، نبطل مش عارفه ايه لحد ما نجتاز الفتره ديت. وحضرتك بقى يعني تنصحي بايه؟ انت مربيه اجيال بقى، تنصحي كل ام بايه في فتره الامتحانات تعمل ايه بقى مع اولادها؟ ان احنا نتابع ايه عملتوا ايه، خدتوا ايه في المدرسه، ذاكرتوا إيه النهارده، في ايه كده، احل معاهم واشوفهم بيذاكروا ايه واتابعهم صح. المتابعه اول انما بأول. مش ذاكر يا ولد، لا ما ينفعش. صح. ما ممكن يكون قاعد وما بيذاكرش. والموبايلات برضو نداريها شويه، يقعد برضو يتفرج على التلفزيون شويه بس في الحاجات الصح، لان التلفزيون دلوقتي ما بقاش يجيب كل حاجه مش صح فيه. بامانه. فيا ريت السلوكيات بتاعتنا تتعدل بقى شويه يعني انا عن نفسي مش عاجبني الاسلوب بتاع الولاد في التعامل وفي الزعيق ويشوح بايده، ولسه اطفال صغيره. السلوكيات بتاعتنا من البيت والمدرسه الاثنين مع بعض، احنا بنكمل بعض، احنا تربيه وتعليم مش تعليم، لا البيت والبيت اساسي كل حاجه حلوه. فالولد لما يبقى متربي وقصص ضوافره ومسرح شعره هيجي المدرسه يستفيد بكل حاجه وياكل سندوتش كده. الله ينور عليك، انت قلتي خير الكلام. ويا ريت كل ام هتسمعنا وتشوفنا تعمل زي حضرتك ما بتقولي، وربنا يوفقهم جميعا يا رب، لان انتم مربين اجيال وعندكم خبره. رسالتنا لازم نأديها. ودي رساله ليكم، وانا بشكركم قوي قوي النهارده، وان شاء الله تكوني مطبخي بقى عشان اكلكم 5 ألوان. لازم. شكرا ليكي. ماشي يا حبيبتي. شكرا يا استاذه، شكرا ليكي جدا. شكرا، سلام عليكم. وعليكم السلام. مع الف سلامه. يلا يا اولاد، انتوا حافظين اغنيه ايه؟ علمونا مدرستنا. طب غنوها بالراحه بقى، يلا. علمونا مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا، ونبني ارضها فينا، يعني ايه بلادنا عيد على ولاد الحب والفستان والحبات يا مصر. علمونا ان احنا واحد، كلنا مصريين، احنا لينا رب واحد، مهما اختلفت
الله مرة تانية، وكلوا كويس وكلوا 5 ألوان في اليوم. هتاكلوا ايه؟ 5 ألوان في اليوم. تاكلوا 5 ألوان في اليوم عشان تنجحوا وتعرفوا تذاكروا. ماشي. خلاص؟ يلا باي باي. يلا مع السلامة، فرصة سعيدة. واحنا اسعد. السلام عليكم. سلام غالي. سلام يا ولاد، سلام يا عم الحاج. ربنا يخليك.